الأجواء الجميلة جدا. سلام جمهورية مصر العربية، علم جمهورية مصر العربية، وأجواء جميلة هنا في مراحل تسليم كأس البطولة. عبد الواحد السيد ظهر في الصورة، وادي هنا جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري، حضور جميل جدا. وادي حازم امام طبعا عريس الماتش وصاحب الهدف الجميل النهارده. أجواء جميلة جدا جدا وأجواء ممتعة، وشكر كبير جدا للدفاع الجوي، ملعبه اللي استقبل عدة مباريات في هذه البطولة، واللي كان استقبل مباراة مصر وغانا من قبل. إذن الفارس الأبيض نادي الزمالك يتوج باللقب للمرة رقم 23 في تاريخه، نهائي كأس مصر. وهنا يعني فرحة نادي الزمالك، البطولة اللي محتاجها نادي الزمالك، واللي طبعا هو والنادي الأهلي اسمه هو أكتر الأسماء اللي موجودة على هذا الكأس تاريخيا، ونيل وحصد اللقب يعني أو ألقاب اللي وصلت إلى قرابة 81 لقب سابق. إذن اللقب رقم 82 للزمالك. الزمالك صاحب أول بطولة عام 21-22. الزمالك صاحب لقب 2014 يتوج في هذا المساء بحضور مؤسسي دولي على أعلى مستوى، يحضر النهاردة ويرسل رسالة ويبعت رسالة لكل العالم إن أم الدنيا هي إن شاء الله هتكون قد الدنيا وأكتر من قد الدنيا إن شاء الله في الفترة القادمة. كل مطلوب منه العمل، الكل مطلوب منه المساندة، والكل مطلوب منه في كل صناعة يشتغل عليها بشكل كبير جدا جدا. ترجع السمات وترجع بعض الخروجات للسمات الشخصية المصرية المعروفة. اللي حصل النهاردة مع نادي سموحة إن شاء الله يكون آخر الأحداث، وبداية الفرحة المصرية تبدأ رياضيا من هنا بهذا الحضور الكبير طبعا في هذا اللقاء. شكر كبير جدا للفريق صبحي وزير الدفاع، كل قيادات القوات المسلحة اللي لعبت دور كبير على تكملة الموسم، مع طبعا شكر كبير جدا لواء محمد ابراهيم وزير الداخلية. كل قيادات الشرطة كبير وصغير اشتغلوا بشكل كبير، بذلوا مجهود كبير جدا، وعملوا في ظل ظروف صعبة ان الموسم الرياضي المصري وتحدوا كل العالم وتحدوا كل الصعاب. مفروض النهارده الحقيقة نشكرهم، لعبوا دور كبير جدا ان هذا اللقاء وهذه البطولة وهذا الموسم يستكمل لتثبت الدولة المصرية انها تملك مؤسسات وتملك قيادات وتملك عاشقين وطنيين وحب وعشق كبير جدا لبلدهم. فرحة كبيرة جدا لنادي الزمالك، كل الاجواء موجودة وكل الاحاسيس موجودة، وفرحة كبيرة جدا بلقب كبير لفارس الكرة المصرية الفارس الابيض نادي الزمالك صاحب البطولة رقم 23. عبد الحليم علي العندليب لنادي الزمالك، محمد صلاح جيل الثمانينات الجيل العظيم، عبد الهادي مدحت عبد الهادي الجيل ايضا جيل التسعينات وبدايه الالفينيه الجديده، والجهاز الفني لنادي الزمالك بالكامل بقياده احمد حسام ميدو، عبد الحليم علي ومحمد صلاح، مدحت عبد الهادي، ايمن طاهر، سيد متولي، احمد زاهر، منتصر السيد، ايمن فريد، عمرو المطراوي، محمد السيد، وعلي حسونه. كل دي مجموعه اشتغلت مع نادي الزمالك هذا العام. إذا اللقب جديد جدا في ظل قيادة المستشار مرتضى منصور، صاحب الفترة الثالثة في تاريخ نادي الزمالك، بعد أول فترة كان تولى فيها عام 96 عضو مجلس الإدارة حتى 97، بعد كده 97 2001 عضو لمجلس الإدارة، ثم 2001 بعد كده نائب رئيس، ثم تولي في هذه المهمة والحصول على لقب الكاس. أحمد حسام ميدو اللي كان هناك أقاويل كثيرة عن ضغوط داخل الجهاز الفني، أحمد حسام ميدو الحقيقة اتغير جدا، المنتاليتي العقلية بتاعت حسام اشتغل بيها بشكل كبير. الحقيقة من الأولاد المؤدبين جدا اللي أنا شخصيا أتمنى وواثق أن الحقيقة في فرصة كبيرة يكون مدرب من المدربين المصريين الكويسين، إنما لابد أيضا يشتغل علميا عليه بقى، يشتغل على نفسه علميا. طبعا هو عنده قدرات تعليمية ممتازة وعنده خبرات كبيرة أحمد حسام ميدو. إذا هذه الكأس هي كأس نادي الزمالك. الزمالك بطل كأس مصر 2013-2014 في لقطة كرنفالية جميلة، في سهرة كروية مصرية جميلة، وفي فرحة وفي انتظار وفي تأهب لصورة تذكارية تاريخية تضاف إلى جدران نادي الزمالك. القلعة البيضاء هي البطل، نادي الزمالك هو البطل، نادي الزمالك هو اللي هيتسلم كأس البطولة. إذن البطولة والقلعة البيضاء هي صاحبة الكأس، ولقاء السوبر هيكون لقاء يجمع الأهلي أمام الزمالك،
كنا توقعناها في كأس مصر. وأيضا شكر كبير لنادي وادي دجلة، شكر كبير جدا لنادي سموحة وإدارته، وأيضا شكر للنادي الأهلي وإدارته على القيمة الكبيرة هذا الموسم. الكل اشتغل في ظروف صعبة. ادي حمادة صدقي مدرب الأكيد طبعا هو الآخر موجود ضمن أحد المدربين العظام المصريين اللي عمل حالة جميلة جدا وفر له فيها إمكانيات كويسة فرج عامر. وبعد كده بالتالي المال فقط ما يقدرش يصنع فريق كبير، لازم يكون هناك فكر كبير كروي كبير. إذا لحظات تاريخية، لحظات أخيرة هنا في هذا المساء، لحظات تاريخية هنا في هذه الليلة لنادي الزمالك. كبير اليوران يحضر عن نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضر أيضا خالد عبد العزيز وزير الرياضة، ويحضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأيضا السيد المهندس فرج عامر، الاسم اللي أصبح الآن رنان ليس فقط في اسكندرية مصر العظيمة. هنا لحظات الكاس. عبد الواحد السيد، عبد الواحد السيد، هل ممكن الموسم القادم يكون موجود؟ عبد الواحد السيد، لحظات الابتسامة، لحظات الفرح، لحظات الانطلاقة. سلام مربع لنادي الزمالك، سلام مربع للزملكاوية هنا في ملعب 30 يونيو. ملعب 30 يونيو الاحتفال ان شاء الله حيكون بعد عدة ايام قليلة للدفاع الجوي السلاح المصري العظيم صاحب ال 116 طيارة تاريخيا. بنبارك لهم على عيدهم ان شاء الله اللي بعد عدة ايام. اجمل واحلى التحايا لكل الزملاء، طارق الحمادي، سعود الرئيس، اسامه الاميري، خليل الصفار ومحللنا الكبار، وايضا تحيه كبيره للمحرك الكبير علي سعيد الكعبي. هذه اجمل تحيات عصام عبده من هنا من قاهره المعز. الى اللقاء. على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا الزمالك عندي أحلى وأجمل الأشياء. بحبه لما يكون بطل، وأحبه لو كان مش بطل. بشجعه مهما حصل وأفضل من العشاق. على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا الزمالك عندي أحلى وأجمل الأشياء. بحبه لما يكون بطل، وأحبه لو كان مش بطل. بشجعه مهما حصل وأفضل من العشاق. وبحبك يا زمالك. بعد تخريج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، معي في هذه اللحظات رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مرتضى منصور. مبروك بداية على التتويج للمرة الثانية على التوالي. والكابتن ميدو حل بالطيارة بسلام. ما انا كنت بقول لك هو ميدو كان سايق الطياره مش عارف كانت رايحه فين. اولا بس بشكر قناه ابو ظبي الرياضيه واخويا يعقوب السعدي. الاجواء الجميله جدا، سلام جمهوريه مصر العربيه، علم جمهوريه مصر العربيه، واجواء جميله هنا في مراحل تسليم كاس البطوله. عبد الواحد السيد ظهر في الصوره، وادي هنا جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري. حضور جميل جدا. ودي حازم امام طبعا عريس الماتش وصاحب الهدف الجميل النهارده. اجواء جميله جدا جدا واجواء ممتعه، وشكر كبير جدا للدفاع الجوي ملعبه اللي استقبل عده مباريات في هذه البطوله، واللي كان استقبل مباراه مصر وغانا من قبل. اذا الفارس الابيض نادي الزمالك يتوج باللقب للمره رقم 23 في تاريخه، نهائي كاس مصر. وهنا يعني فرحه نادي الزمالك، البطوله اللي محتاجها نادي الزمالك، واللي طبعا هو والنادي الاهلي اسمه هو اكثر الاسماء اللي موجوده على هذا الكاس تاريخيا، ونيل وحصد اللقب يعني او القاب اللي وصلت الى قرابه 81 لقب سابق. اذا اللقب رقم 82 للزمالك. الزمالك صاحب اول بطوله عام 21 22. الزمالك صاحب لقب 2014 يتوج في هذا المساء بحضور مؤسسي دولي على اعلى مستوى، يحضر النهارده ويرسل رساله ويبعث رساله لكل العالم ان ام الدنيا هي ان شاء الله هتكون قد الدنيا واكثر من قد الدنيا ان شاء الله في الفتره القادمه. كل مطلوب منه العمل، الكل مطلوب منه المسانده، والكل مطلوب منه جديده. والجهاز الفني لنادي الزمالك بالكامل
بالكامل بقيادة أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي ومحمد صلاح، مدحت عبد الهادي، أيمن طاهر، سيد متولي، أحمد زاهر، منتصر السيد، أيمن فريد، عمرو المطراوي، محمد السيد وعلي حسونة. كل دي مجموعة اشتغلت مع نادي الزمالك هذا العام. إذا اللقب جديد جدا في ظل قيادة المستشار مرتضى منصور صاحب الفترة الثالثة في تاريخ نادي الزمالك، بعد أول فترة كان تولى فيها عام 96 عضو مجلس الإدارة حتى 97، بعد كده 97 2001 عضو لمجلس الإدارة، ثم 2001 بعد كده نائب رئيس، ثم تولي في هذه المهمة والحصول على لقب الكأس. أحمد حسام ميدو اللي كان هناك أقاويل كثيرة عن ضغوط داخل الجهاز الفني، أحمد حسام ميدو الحقيقة اتغير جدا، المنتاليتي العقلية بتاعت حسام اشتغل بيها بشكل كبير. الحقيقة من الأولاد المهذبين جدا اللي أنا شخصيا أتمنى وواثق أن الحقيقة في فرصة كبيرة يكون مدرب من المدربين المصريين الكويسين، إنما لابد أيضا يشتغل علميا عليه بقى، يشتغل على نفسه علميا. طبعا هو عنده قدرات تعليمية ممتازة وعنده خبرات كبيرة أحمد حسام ميدو. إذا هذه الكأس هي كأس نادي الزمالك. الزمالك بطل كأس مصر 2013-2014 في لقطة كرنفالية جميلة، في سهرة كروية مصرية جميلة، وفي فرحة وفي انتظار وفي تأهب لصورة تذكارية تاريخية تضاف إلى جدران نادي الزمالك. القلعة البيضاء هي البطل، نادي الزمالك هو البطل، نادي الزمالك هو اللي هيتسلم كأس البطولة. إذن البطولة والقلعة البيضاء هي صاحبة الكأس، ولقاء السوبر هيكون لقاء يجمع الأهلي أمام الزمالك. كنا توقعناها في كأس مصر، وأيضا شكر كبير لنادي وادي دجلة، شكر كبير جدا لنادي سموحة وإدارته، وأيضا شكر للنادي الأهلي وإدارته على القيمة الكبيرة هذا الموسم. الكل اشتغل في ظروف صعبة. أدي حمادة صدقي مدرب الأكيد طبعا هو الآخر موجود ضمن أحد المدربين العظام المصريين اللي عمل حالة جميلة جدا وفر له فيها إمكانيات كويسة، فرج عامر. وبعد كده بالتالي المال فقط ما يقدرش يصنع فريق كبير، لازم يكون هناك فكر كبير كروي كبير. إذا لحظات تاريخية، لحظات أخيرة هنا في هذا المساء، لحظات تاريخية هنا في هذه الليلة لنادي الزمالك. كبير اليوران يحضر عن نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضر أيضا خالد عبد العزيز وزير الرياضة، ويحضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأيضا السيد المهندس فرج عامر، الاسم اللي أصبح الآن رنان ليس فقط في اسكندرية مصر العظيمة. هنا لحظات الكاس، عبد الواحد السيد في كل الصناعة يشتغل عليها بشكل كبير جدا جدا، ترجع السمات وترجع بعض الخروجات للسمات الشخصية المصرية المعروفة. اللي حصل النهارده مع نادي سموحة ان شاء الله يكون اخر الاحداث وبداية الفرحة المصرية تبدأ رياضيا من هنا بهذا الحضور الكبير طبعا في هذا اللقاء. شكر كبير جدا للفريق صبحي وزير الدفاع، كل قيادات القوات المسلحة اللي لعبت دور كبير على تكملة الموسم، مع طبعا شكر كبير جدا لواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، كل قيادات الشرطة كبير وصغير اشتغلوا بشكل كبير، بذلوا مجهود كبير جدا وعملوا في ظل ظروف صعبة ان الموسم الرياضي المصري وتحدوا كل العالم وتحدوا كل الصعاب. مفروض النهارده الحقيقة نشكرهم، لعبوا دور كبير جدا ان هذا اللقاء وهذه البطولة وهذا الموسم يستكمل لتثبت الدولة المصرية انها تملك مؤسسات وتملك قيادات وتملك عاشقين وطنيين وحب وعشق كبير جدا لبلدهم. فرحة كبيرة جدا لنادي الزمالك، كل الاجواء موجودة وكل الاحاسيس موجودة، وفرحة كبيرة جدا بلقب كبير لفارس الكرة المصرية، الفارس الابيض نادي الزمالك، صاحب البطولة رقم 23 عبد الحليم علي، العندليب لنادي الزمالك محمد صلاح، جيل الثمانينات الجيل العظيم عبد الهادي مدحت عبد الهادي، جيل ايضا جيل التسعينات وبدايه الالفينات. عبد الواحد السيد، هل ممكن الموسم القادم يكون موجود؟ عبد الواحد السيد، لحظات الابتسامة، لحظات الفرح، لحظات الانطلاقة. سلام مربع لنادي الزمالك، سلام مربع للزملكاوية هنا في ملعب 30 يونيو، ملعب 30 يونيو. الاحتفال ان شاء الله حيكون بعد عدة ايام قليلة للدفاع الجوي السلاح المصري العظيم صاحب ال 116 طيارة تاريخيا، بنبارك لهم على عيدهم ان شاء الله اللي بعد عدة ايام. اجمل واحلى التحايا لكل الزملاء، طارق الحمادي، سعود الرئيس، اسامه الاميري، خليل الصفار ومحللينا الكبار، وايضا تحيه كبيره للمعلق الكبير علي سعيد الكعبي. هذه اجمل تحياتي عصام عبده من هنا من قاهره المعز، الى اللقاء.
التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا الزمالك عندي احلى واجمل الاشياء. بحبه لما يكون بطل واحبه لو كان مش بطل. بشجعه مهما